السلام عليكم الاخوات، كيف احوالكم؟ نتمنىكم تكونوا بخير وعلى خير. اليوم ان شاء الله نخدم معكم هذا الضريس فيه جوج الالوان، فيه جبات الاقواس. اول حاجه غادي نخدم هي الحبكه، يعني كنخدموا الحبكه في الثوب باللون الخيط، يعني يكون باللون ديال الثوب. الحبكه عاديه لكم طريقه مهم اللي ما سبقلوش يخدمها. كنخدموا الغرزه الاولى والغرزه الثانيه، وبيناتهم كنخدموا هاد الحبكه، يعني كنخليو بين جوج الغرز، نخليو الخيط دائري في اتجاه الفوق، ندخلوا الابره بين ديك جوج الغريزات ونجبدوا نعملوا حبيكه، او نضربوا ضريبه ثانيه بيناتهم. غادي نخليو الخيط بشكل دائري هكذا الفوق، ندخلوا الابره ونخرجوا الخيط من ديك وسط ديك الدائره هكذا. غنبقاو نخدموا واحد نكملوا يعني واحد المسافه باش نقدروا نخدموا عليها ديك الاقواس اللي كيجيو فيهم جوج الالوان. طبعا اذا عجبكم الفيديو واستفدتوا منه كنتمنى تخليوا لي شي تعليق وجيم باش كيطلع لي الفيديو في اليوتيوب في المقترحات. بالنسبه لهاد الحبكه صافي كتستمروا هكذا. انا غادي نبدا نخدم معكم دابا هاد اللوينات ولا هاد القويصات هكذا، هاد الضريس. هنا غادي نشبر لون مغاير وغادي نبدا. غنعتبروا مثلا حنا في الحال اللي خدمته من الاول، غادي نثبتوا الخيط بالحبكه الاولى، غادي نجيو للحبكه الثانيه ثاني وغادي نخدموا غريزه اخرى بيناتهم هاد جوج الغريزات اللي خدمنا. غادي نخليو الخيط الجهه لتحت وغادي نبداو نخدموا بحال هاد الاقواس. غادي نخدموهم هنا، غادي نلويو جوج الدورات على الابره وغادي نجبدوا الخيط. غادي نخدموا بحال واحد السنسله باش نخدموا بها هاد الاقواس. غادي نردوا الخيط للفوق وغادي نكونوا في ديك العينينه اللي كتكون. غادي نخدموا غريزه عاوتاني في الجهه اليمين، غادي ندوروا جوج مرات. غنعملوا بحال اللي كنعملوا طريقه بناء الغرز بنفس الشكل. وعلى اليسار غنخدموا غرزه واحده، يعني دوره واحده على الابره. في اليمين كنخدموا في هذه الغريزه كندوروا جوج دورات على الابره، وفي اليسار كندوروا دوره واحده. حنا ماشيين حتى كنخدموا واحد السلسله يكونوا فيها 6 الغرز. بالنسبه للقياس انا هذا خدمت هكذا ب6 الغرز على حساب بغيت هذا الحجم هذا القوس يكون ماشي كبير بزاف، صغيور. ممكن تخدموا نتوما بكثر من 6 الغرز. هذه الاخرانيه الغرزه اللي في اليسار هي رقم 6 غادي نخدموها. يعني الخيط غادي يبقى لنا دائما في الاخر في الجهه اليسار. غادي نجيو يعني نعوضوا القوس هكذا. غادي نحسبوا يعني في هذه الحبكه تنحسبوا الحبكه الاولانيه لا، الثانيه لا، الثالثه هي اللي غادي ندخلوا فيها الخيط. غادي نجبدوا الخيط ونعوضوا مزيان هاد القويص. تحاولوا تعوضوه بيدكم تكون لكم هاد القوس. من بعد نرجعوا لديك الغريزه الفوقانيه اللي ما كناش خدمناها، غادي نخدموها من ديك السلسله، يعني الغرزه اللي في هاد السلسله كتبقى لنا في الجهه اليمين. غادي نخدموها باش كنعوضوا هاد القوس. من بعد نجيو الحبكه اللي من بعد منا وغادي نثبتوا الخيط. دابا غادي نجيو الحبكه اللي من بعدها، وغادي يكونوا عندنا ديك جوج الغريزات بيناتهم فراغ. تما غادي نبداو سلسله اخرى. غادي نبداو بجوج اللويات على الخيط على الابره. غادي نجيو للغرزه اللي في الشمال وغادي نخدموا غريزه، وغادي نجيو الغرزه اللي في اليمين وغادي ندوروا جوج مرات.
غادي نجبدو الخيط نعوضو الغريزه ديالنا. غنجيو الغرزه اللي في اليسار وندورو دوره واحده على الخيط، يعني غرزه عاديه. حنا ماشيين حتى كنكونوا ديك السنسله بستة الغريزات، وغنعاودو بنفس الطريقه نخدموا قوس اخر. انا غادي نعاودو معكم باش تشوفوا مزيان وتثبتوا على الخدمه ان شاء الله، ومن بعد نرجع نكمل معكم الطريقه اللي كيف خدمت ديك القوس اللي في الغوز. هنا غادي نخدموا هذا اللون الغوز. غادي نجيو لوسط ديك القوس اللي في الزرق، ديك جوج الحبيكات اللي بقاونا في الوسط كنا خليناهم تما، غادي نخدموا فيهم غرزه الاولى غنثبتوا فيها الخيط، والغرزه الثانيه هي اللي غادي نخدموا فيها السنيسله ديالنا. ها هما جوج الغريزات كما كتشوفوا هنايا في الوسط ديك القوس الزرق، يعني في ديك الحبيكه غادي نخدموا جوج غريزات. بين ديك جوج الغريزات غادي نخدموا سلسله جديده بهذا اللون هذا الغوز. غادي ندورو جوج دورات بنفس الطريقه اللي خدمنا بها سلسله اخرى على ديك القوس الزرق. غادي نخدموا هذا القوس الغوز، غادي نكونوا واحد السنسله يكونوا فيها نفس العدد، يعني حتى هما يكونوا فيها 6 الغراز باش كيجيونا قد ما كيجيوش شي سلسله كبيره وسلسله صغيره، كنخدموا بنفس القياس. هنا من بعد ما كملت 6 الغراز بهاد الغرزه هذه الاخريه اللي كنضرب دابا بها، غادي نحسبوا 6. وغادي نجيو نثبتوا في الوسط ديك القوس هذا في ديك الحبيكه الاولانيه. كنا خلينا جوج، الحبكه الاولانيه هي اللي غادي نخدموا فيها. هنا غنرجعوا لديك الغريزه اللي بقات الفوق غنخدموها عاديه، وغادي نرجعوا نثبتوا في الحبكه الوسطانيه الثانيه في الوسط. هذه الثانيه غنخدموا فيها عاوتاني غريزه اخرى، وبيناتهم هاد الجوج هما اللي غنخدموا سلسله جديده. غادي نبقاو ماشيين هكذا حتى نكملوا الخدمه ديالنا كامله. يعني اول حاجه كنخدموها هي الحبكه، من بعد كنخدموا ديك اللون الاول اللي خدمنا انا هنا في الزرق، ومن بعد كنعاودوا بهذا الصف اللون الثاني اللي في الغوز.
بنفس الطريقه نكمل هاد السنيسله بستة الغراز وغنثبتوها في وسط ديك السنسله اللي زرقاء، في وسط ديك الحبيكات بجوج غنثبتوها. كنتمنى اذا استفدتوا من الدرس عجبكم طبقتوا هذا الدريس، تشتركوا معايا في القناه وتخليوا لي جيم للفيديو. السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.